ازيك يا صديقي؟ اتمنى تكون بخير. جاهز النهارده تعرف سر مهم قوي ليك، سر هيخليك تتعلم انجليش في 30 يوم بس. ايوه زي ما سمعت كده، 30 يوم بالظبط هتقدر تتكلم انجليش زي الاجانب وتبهر كل اصحابك وكل اللي حواليك. جاهز تعرف ايه هو السر ده؟ السر ده يا صديقي هو ايه ده؟ وانت مستني تعرف سر فعلا؟ مفيش حاجه يا صديقي اسمها سر هيضمن لك ان انت تتعلم انجليش في 30 يوم. سيبك بقى من كل الفيديوهات اللي انت بتشوفها دي، اتعلم انجليش وانت نايم وتعلم انجليش في 5 دقايق والكلام ده كله. بس للاسف عشان انت نفسك تتعلم انجليش وتتقن اللغه فبتسلم دماغك للفيديوهات دي. في زي حكمه كده او مثل مشهور بيقول لك ان الحاجه اللي دايما بتدعو للمثاليه بتحس فيها دايما ان في حاجه غلط في الموضوع. زي بالظبط اما تلاقي واحد بيبيع منتج بنص سعره، فاكيد طبعا هتشك ان في حاجه غلط في المنتج ده. المهم انا مش طالع في الفيديو ده عشان احبطك واقول لك لا انت مش هتتكلم انجليش خالص. هو صعب ان انت تبقى في 30 يوم محترف في اللغه، بس ده مش معناه ان خلاص ان انت صعب توصل لمرحله الفلوينسي في اللغه. بالعكس تماما، انت تقدر تعمل اي حاجه، بس طبعا الموضوع ممكن يطول شويه. الحقيقه يا صديقي هي ان مفيش طريقه مثاليه او وقت محدد يقدروا يضمنوا ليك ان انت تتكلم انجليش بسرعه. المشكله يا صديقي ان احنا كلنا من صغرنا اتعلمنا انجليش لغرض ان احنا نخش الامتحان نجيب الفول مارك وبعد كده نخرج ناسيين كل حاجه، ودي مش طريقه صحيحه عشان تتعلم بيها لغه. المفروض ان الغرض الرئيسي من تعلم اي لغه ان انت تتكلم بيها وتفهم الناس والناس تفهمك. فانت لو اتعلمت من صغرك ان انت تتكلم باللغه دي فهتكسر عندك حاجز الخوف وحاجز قله الثقه، بس للاسف ده ما حصلش. فاحنا ممكن نسمي علاج المشكله دي confidence speaking of English او تحدث الانجليش بثقه، وده طبعا هيحصل مع التكرار وكتر الممارسه، لان طبعا زي ما احنا عارفين اصل اللغه هو التكرار وكتر الممارسه. لو تفتكر معايا كده زمان اول مره ركبت فيها عجله، اكيد الموضوع ما كانش سهل في الاول، كان باين هو قد ايه صعب، وبعد كده بدا يبقى سهل واحده واحده. وده بالظبط مثال على مستواك في الانجليش دلوقتي. لو انت في مستوى المبتدئ او المتوسط فالموضوع هيحتاج منك شويه وقت، لكن يا صديقي لو انت مستواك ادفانسد فهتحتاج شويه شغل بسيط، زي انك تبدا في محادثات بينك وبين اي مدرس لغه او اي حد بيتعلم اللغه زيك، وفي وقت قليل جدا هتقدر تتكلم وبثقه. كلنا طبعا عارفين قصه السباق ما بين السلحفه والارنب اللي كسبته السلحفه في الاخر، وده بالظبط بيوضح اهميه الاستمراريه في تعلم الانجليش، بمعنى ان كل يوم يبقى عندك جزء في يومك تقدر ان انت تمارس فيه الانجليش. ولو في مثلا يوم انت ما عندكش وقت ممكن تسمع اغنيه، تقرا مقال، او تتفرج على الفيديوز هنا في القناه عادي يعني. المهم يا صديقي ان مشكله ان انت تربط نفسك بميعاد معين عشان تتعلم اي لغه زي 30 يوم مثلا، ده بيخليك تحس بضغط اكتر فبتستسلم في النهايه. عشان كده ال 30 يوم شبه مستحيل ان انت تتعلم فيهم اللغه، بس ال 30 يوم تقدر تبني فيهم عادات يوميه لو قررتها لمده 30 يوم هتبقى جزء ثابت من حياتك وتقدر تستفيد منها بقى في تعلم الانجليش او تعلم اي لغه تانية. فتعالى نتكلم كده عن شويه عادات تقدر تعملها في يومك هتفيدك في انك تتعلم الانجليش. اول عاده هي تثبيت جدول زمني يوميا من 15 ل 30 دقيقه، تقدر مثلا ان انت تسمع فيهم بودكاستس وانت سايق وانت بتاكل وانت بتعمل اي حاجه يعني. تاني عاده انك تحاول تترجم اي حاجه بتحصل حواليك او اي جمله انت هتقولها للانجليش، وده هيساعدك قوي وهتلاقي الانجليش محيط بيك من كل حته. طبعا انت لو مسافر وعايش في بلد اجنبيه وعايز بقى تتعلم الانجليش عشان تعرف تتواصل مع الناس، فده هيبقى موضوع بالنسبه لك في منتهى السهوله، وكمان عشان انت هتعمل كده غصب عنك. وممكن برضو من ضمن الحاجات اللي انت تعملها وهتفيدك انك تخلي مثلا موبايلك كله بالانجليش. العاده رقم 3 وهي التحدث، والنقطه دي هي دايما بتكون النقطه اللي عليها الجدل والكلام الكتير. بس خلاص بقى جه الوقت ان انت تطبق اللي انت بتتعلمه وتوصل بقى لمرحله مهمه وهي التحدث. وده طبعا هيكون في الاول صعب وهتلاقي نفسك دايما متعصب ومتوتر، بس طبيعي يعني واحده واحده هتلاقي الموضوع معاك بقى سهل خالص. طبعا ممكن حد يجي يسالني ويقول لي اتكلم مع مين طيب؟ بس طبعا دي مش حجه، انت ممكن تتكلم مع نفسك عادي، بمعنى ان انت ممكن تفكر بالانجليش عادي يعني، بدل ما تفكر في سرك فكر بصوت عالي وبالانجليش. وطبعا لازم يبقى عندك فوكابلريز كتير. طب الحل ايه في الموضوع ده؟ عادي استمر زي ما انت، بس الكلمه اللي تعطل قدامك ادخل ترجمها وبعد كده كمل تفكير عادي خالص، واتحداك لو نسيت الكلمه دي تاني. خلاص الكلام يا صديقي ان انت مستحيل تتعلم انجليش في 30 يوم، بس مش مستحيل ان انت تبقى فلوينت في الانجليش، بغض النظر بقى عن المده اللي بتفرق من شخص لشخص. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعنا وسبسكرايب، واستنى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.